السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي أعزائي المشاهدين والمشاهدات. خوتي، حاب نتكلم في هذا الفيديو يعني على هذا الخبر الذي اللي تصدرته عديد الصحف والعناوين الإلكترونية، يعني عن هذاك الحراق الجزائري اللي يعني قام برحلة غير شرعية هروبا من ثالث يعني بلد ثالث اقتصاد في العالم واحسن منظومه طبيه. يعني هو باختصار بلد تاع النشره تاع الثمانيه اللي نشاهدوها كل آه، يوم، ونتمنوا اننا يعطونا الفيزا باش نذهب الى هذا البلد الذي نشاهده على نشرة الاخبار، لكن في الحقيقه شيء اخر. يعني ألفنا يعني ولفنا خوتي باللي نسمع على خوتنا اللي يموتون في عرض البحر. يعني خوتي، هذا الحراق اللي قلب القارب تاعهم هو ورفاقه في عرض البحر، آخر ما قام به يعني هو أنه يعني أخذ ورقة وقلم لما شافوا البحر هايج ويعني مضطرب. قام بأخذ ورقة وقلم وكتب هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الأنبياء، الآية 87 و 88. والآية تقول: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وهذه الورقة يعني لقاها هذاك الناشط الإسباني، يعني المكلف بشؤون تاع هذيك الحراقة والمهاجرين غير الشرعيين، يعني اللي يجوا من الدول الإفريقية ومن المغرب العربي، من تونس ومن الجزائر ومن يعني المغرب. يعني هو عنده جمعية تنشط، يعني تقوم بالتكافل بهذا الناس أو هذا الحراقة، يعني ونشر أخبارهم على صفحته على الفيسبوك ليتابعها أكثر من 250 ألف متابع. يعني يا خوتي، نتمنى أيضا منكم يعني باش ندعم هذا الفيديو ونوصله إلى أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين. وأيضا اللي يحب يقوم بالاشتراك في قناتنا ويتكرم فمرحبا بك أخي. المهم خوتي، وذوك نعرض عليكم وجاء في صفحته على فيسبوك وعلى بعض المواقع الإلكترونية التي قامت يعني بتداول هذه الأنباء والأخبار على مواقعها ومنصاتها وحتى بعض القنوات التلفزيونية. إذا إخواني، هذه هي صفحة هذاك الناشط الإسباني اللي عنده صفحة على الفيسبوك مكلفة بأخبار المهاجرين غير الشرعيين والحراقة الذين يأتون من الدول الإفريقية والمغاربية. يعني يقوم يعني بنشر كل القوافل تاع الحرقة اللي تصل إلى إسبانيا، أو يقوم أيضا بمساعدة اللي يصلون وربما يكون في أمس الحاجة، يعني يقوم بالمساعدة. وعنده هذه الصفحة كما راكم تلاحظوا فيها 226 ألف متابع، يعني 4 مليون كما راكم تلاحظوا. فيديوهات لوصول الحراقة أو يعني القوارب تاع الموت. ويقول كنا وصول هذا الصباح واحد طاكسي باطيرة إلى الساحل الميريا هنا، يعني قال كنا وصلوا كما نقولوا حنايا، وصل قارب تاع حراقة مع 15 حراق إلى سواحل الميريا. وهنا يقول لك أيضا هاي إخواني، هذه الورقة اللي لقاها في جيب هذاك أو عند هذاك الحراق اللي كتبها. يتساءل هنا ما الذي يضعه، يعني يتساءل
المتابعين تاعو، قال لهم واش يكتب هذا الحراق المتوفي اللي لقينا عنده هذه الورقة واش كتب فيها. هنا الجزائريين يعني او المغاربه او التونسيين وكل المتابعين تاعو يترجموا له واش كتب فيها. يقول هنا: سيدنا يونس وهو في بطن الحوت دعا الله بهذا الدعاء لكي ينجيه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وكانت النتيجه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء بسيط جدا لكنه عظيم. يعني هنا راهم يترجموا له اخواني. يا اخواني، يعني خاوتي حاب نتكلم في أمر آخر يعني، وهذه رسالة إن شاء الله يعني تصل إلى الناس اللي راهي مسؤولة على هذا الوطن، يعني سواء من منصب صغير إلى أعلى رتبة وأعلى منصب في هذا الوطن. يعني لو كان يعني نتوقف عن المحسوبية والرشوة والمعرفة وكل إنسان يستحق المكانة نحطوه فيها يعني، ونوزعوا الحق كل واحد، نعطيوه نصيبه من حقه. كما نقولوا احنا نوفر مناصب الشغل، والله ما نحتاجوا شيء في هذه البلاد. عندنا الثروات، عندنا البيئة، عندنا المناخ، عندنا المساحة على الأرض، عندنا كل شيء، لكن تخصنا الأمانة ويخصنا النزهاء ويخصنا الشرفاء. خاوتي السلام عليكم. يعني برك حب نوجه هذه الرسالة، برك إن شاء الله يا إخواني بارتاجيو هذا الفيديو وطلعوه بلي كومنتار وبلي جام. يعني هذا المسؤولين اللي راكم، يعني هذا الشعب اللي راكم مسؤولين عليه، يعني اتقوا الله فيه. راكم ما حتديو والو، نهبوا ولا اسرقوا ولا، راكم اخرتها يعني بكل راح نديو حفرة وكفن. يعني راكم راح تسألونا يوم القيامة: ألستم مسلمين؟ ألستم على يقين بأن يعني ما عند الله خير وأبقى؟ اتقوا الله يرحم والديكم. الناس كل يوم تموت، خيرة شبابنا تموت في البحار. السلام عليكم.